ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم ايمي من اكلات بسيطة مع ايمي. النهاردة هنعمل حاجة مفيش بيت بيستغنى عنها: هريسة الشطة. هريسة الشطة دي انا بحب اعملها ميكس بين الاتنين، بين الفلفل الحامي وبين الفلفل البلدي اللي هو الاحمر مش الالوان. شايفين يا حبايبي؟ ده الفلفل البلدي، شايفين جميل وفريش ازاي؟ الميكس اللي انا بعمله عشان اشيل نسبة الحرقية، الحرقان اللي بيبقى في الفلفل، لان الفلفل لوحده الاحمر ده بيبقى حامي كتير كمان مش شويه. واقدر احط الهريسه دي على كل الاكلات، احطها على محشي، على على اسماك، احطها على المكرونه، بتنجان، دخليها في كل اكلات. انا بعملها الميكس كده على اساس ان ما تبقاش حاميه قوي. تمام يا حبايبي؟ انا بحط على ده كيلو وربع فلفل، كيلو وربع فلفل بلدي، وعليه فلفل حامي. بحط راس توم وربع كيلو ليمون. الربع الليمون بقطعه سلايس زي ما انتم شايفين. انا بشيل المرارة من الليمون، بقطع حرف الليمونة زي ما انتم شايفين يا حبايبي. بشيل الحرف على اساس ما تدينيش مرارة، وبقطعه شرايح، واطلع طبعا منه البذر. انا بشيل المراره دي علشان النسبه المراره بتاعه الليمون ما تاثرش على الهريسه. وفي نفس الوقت الليمون النسبه بتاعته حلوه قوي قوي، يعني انا على تجربه انا ماشيه بيه كده. يعني كنت الاول بحط الخل، دلوقتي لا، بحط الليمون، بيديله طعم حلو قوي، بيدخل في كل الاكلات، بيبقى خفيف. في نفس الوقت الكميه قليله، يعني انا مش حاطه حاجه كتير، انا حاطه ربع كيلو بس. هي نسبه حلوه قوي، الكيلو وربع او كيلو فلفل حامي وكيلو فلفل بارد. تمام يا حبايبي؟ انا هنا هحط راس التوم في الكبه، وهحط عليها الليمون. تمام يا حبايبي؟ وزي ما انتم شايفين كده، انا هقطع الفلفل. هقولك هقطع الفلفل الحامي، انا مش هشيل منه البذور، انا هشيل منه العرش بتاعه الاخضر بس. ليه ما بشيلش البذور؟ علشان تديني الميكس بتاع الحرقان، بتاع نسبة الحرقان اللي في الفلفل. الفلفل البلدي بقى انا بقطعه، بشيل منه البذور اللي فيه. الميكس حلو قوي قوي قوي، لو جربتيه هيعجبك، غير لما تعملي الهريسه كلها لوحديها شطه خالص. لا لا، الميكس ده جميل جدا جدا، هيريحك. وفي نفس الوقت هتعرفي تدخليه في كل الاكلات، مش هيبقى حامي عليكي او على الطبخه بتاعتك، ولو عندك اطفال ونفسك تحطي الهريسه. انا هحط على الكميه دي كلها 3 معالق ملح بس. ليه 3 معالق ملح بس يا ايمي؟ ان الملح القليل فيه هو ماده حافظه، وفي نفس الوقت ما يكونش حادق. ومعروف ان الملح لو كتر في معدل الحاجه بيخليها مهريه. الثلاث معالق حلوين قوي في الاتنين كيلو وربع دول، يعني حلوين. تمام حبايبي؟ هفرمهم. انا لا هفرمها، اما افرمها مش هفرمها ناعم قوي، هسيب فيها حته جرشه صغيره، يبقى الفلفل مجروش صغير، يعني مش مفروم قوي. واخدين بالكم؟ مش هيبقى مفروم قوي، هيبقى يعني نص جرشه حلوه. معايا يا حبايبي؟ شايفين؟ انا هفرمه وهوريهولكم. هتبقى ليه انا بعمله كده؟ عشان لما ادخله في اي حاجه تانية، لما ادخل الهريسه دي في اي حاجه، حطيت عليها مثلا فلفل اخضر وثوم، هحيق بتنجان، هحيق سمك، برضو ابقى الجرشه بتاعت الفلفل بتدي طعم، وبتدي مزازه حلوه قوي للاكل، في اي اكل هتدخليه. شايفين يا حبايبي؟ زي ما انا قلت لكم، جرشه مش بنعمه قوي، يعني بسيب فيه حته جرشه. هنا انا فرمت الكميه كلها زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بركه ربنا. من كيلو وكيلو وربع، يعني حاجه حلوه قوي، دي تكفيني سنه. انا بعبي هنا في بطرمانات، بكون معقماها، غسلاها ومعقماها حلوه قوي. بتعقميها على نار البوتاجاز، بتعقميها في الفرن بتاع البوتاجاز، بعقمها حلو. هعبيهم، واجيلكم. بص، زي ما انا عبيتهم، اهو. بص بركه ربنا، من كيلو وكيلو وربع حلوين قوي قوي قوي. بص شكلها حلو جميل جدا. هحط عليها ايه بقى؟ هحط عليها زيت. الزيت احنا عارفين ان هو ماده حافظه. حط في كل بطرمانه، هحط معلقتين بس، الزيت يكون ريحته حلوه، ويكون ابيض شفاف، ما يكونش بتاع تومين او مركون او ريحته وحشه. الزيت هنا ماده حافظه، بتحافظ لي على الفلفل،
بتخليه يعيش معايا، ما يعملش طبقة او يعفن زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. شفت شكلها حلو جدا، تحفة. تعمليها في بيتك بايدك، تبقى انت عارفة عاملة الحاجة، عارفة الحاجة اللي انت عاملاها، عارفة نظافتها. يبقى بتاكلي وانت مطمنة احسن من الجاهز. والكمية حلوة زي ما انتوا شايفين، وبركة ربنا من كيلو وكيلو وربع. بص عملت لي الكمية تقعد معايا سنة بجد يعني. حلوة جدا 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 جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. سلام.